كندا دخلت الركود الاقتصادي رسميا، والأرقام المستخبية ورا الخبر ده أخطر بكتير من الخبر نفسه. سيبك من كلام السياسيين المعقد وركز معايا، علشان الكلام ده يخص جيبك ومستقبل عيلتك مباشرة. الوضع في الشارع الكندي دلوقتي بقى حذر جدا. أصحاب الشركات مأجلين التوظيف الجديد، وسوق الوظائف العادية بقى تقيل، والمنافسة عليه بقت شرسة جدا. في نفس الوقت فواتير السكن والإيجارات والمصاريف قاعدة بتزيد. طب والعمل؟ علشان تحمي نفسك فورا طبق الثلاث حاجات دول. أول حاجة، وفر كاش، جمد أي مصاريف ملهاش أي لازمة دلوقتي. تاني حاجة، ابني حساب طوارئ علشان يشيلك من 3 ل 6 شهور، علشان ما تقعش في فخ الشيك لشيك. تالت حاجة، العب في المضمون، ركز على قطاعات العجز المستمرة زي الصحة، المهن اليدوية، والتكنولوجيا. القطاعات دي لسه بتوظف وبقوة حتى في عز الأزمات. الخبر السار إن الأرقام اللحظية دي بتقول إن الأسوأ عدى، والاقتصاد بدأ يتنفس تاني. ولو عاوز تشوف الفيديو الكامل، انتوا عارفين تلاقوا فين. واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر حاجة ضغط عليكم دلوقتي. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.